لو ما عندكيش غير بيضة وطماطماية واحدة بس ورغيف عيش، هاتيهم وهنعمل بيهم وصفة روعة تنفع لجوع كل الأوقات. لو مستعجلة وعايزة تعملي فطار كده على السريع، ممكن تعمليها في دقيقتين لجوع آخر الليل، لجوع الولاد كده اللي في نص النهار وانت لسه مثلا ما خلصتيش الأكل، هتعملها لهم في دقيقتين. تنفع في كل الأوقات، جميلة جدا وسهلة وبسيطة خالص. تعالي بقى هاتي البضاية بتاعتك، كسريها كده وحطيها في قلب بولة. دلوقتي بقى هحط عليها رشة فلفل اسود ورشة ملح، بس كده. هاخد بقى الطماطمية بتاعتي دلوقتي وهبتدي ان انا اقطعها قطع صغيرة بالطريقة دي كده بالظبط. سهلة وبسيطة، وفي اقل من دقايق هتكون الوصفة جاهزة معاكي، والطعم خطير. هتشوفيها دلوقتي معايا شكلها عامل ازاي. جبت الطماطمية بتاعتي كده قطعتها قطع صغيرة، وهبتدي دلوقتي اضيفها على البضاية كده. تمام. يبقى الوصفة بتاعتنا الأساسية معايا البضاية والطماطماية. انت عندك بقى قرن فلفل حامي ممكن تحطيها عليها، عندك اي بواقي في التلاجة انت ممكن تحطيها عليها. انا عندي هنا هوت كانت بواقي فلفل الوان، كانت فايضة من اكل عندي، هبتدي ان انا احطها عليها. لو ما عندكيش الفلفل الالوان وعندك فلفل اخضر قرن فلفل حامي، هيبقى جميل جدا. وعندي كمان بواقي من الجبنة الرومي، كانوا ولادي غضبانين عليها ومش عايزينها، ابتديت ان انا اضيفها على الوصفة ديت. عندك انت بقى اي نوع جبن تانية، عندك جبنة فيتا، جبنة براميلي، اي نوع جبنة هتنفع وهتكون جميلة جدا. انا بعملها كمان باي نوع جبنة تانية، مش شرط ان هي جبنه رومي. عندك بقى بسطرمه، لانشون، سلامي، اي حاجه ممكن تضيفيها عليها. اي بواقي في التلاجة هتنفع جدا. لو مفيش، اكتفي بالبضايه والطماطمايه وهتبقى خطيره. هبتدي انا بقى دلوقتي اتعامل معاها معامله الحواوشي. هاخد الرغيف بتاعي كده هوت بالطريقه دي، وهفتحه وهحط الكميه بتاعتي في قلب الرغيف كده. بصي بقى، انا عايزه اقولك ان الكميه ديت ما شاء الله ملت الرغيف، ملته كتير جدا. يعني انا لاحظت ان هي اتملى خالص، فمرضتش ان انا اكمل الباقي. يعني ممكن الكميه ديت البضايه والطماطمايه ممكن تاخد رغيفين، يعني تكفي فردين وتبقى حلوة جدا، في نفس مش مكلفة وفي نفس الوقت جميلة وطعمها خطير. انا بقى بقيت جبنة الرومي اللي فاضت، رحت حطاها فوق الوش كده، علشان انا بحبها بتبقى سايحة كده وتشد، بتعجب الولاد جدا جدا. تعالي بقى لطريقة التسوية بتاعتها يا جماله. دلوقتي بقى انا هجيب الطاسة بتاعتي وهسخنها على النار وهحط فيها شوية زيت. ممكن بدل الزيت تحطي قطعة زبدة، سمنة، اي حاجة. دلوقتي بقى بعد ما الزيت بتاعي ما سخن، هنزل بالرغيف بتاعي كده بالطريقة دي كده بالظبط. مش هياخد اقل من دقيقتين على الوش اللي تحت، وبعد كده هقلبه على الوش التاني. اقل من دقيقتين والله يا جماعة هتلاقي الرغيف بتاعك اتحمر كده وخد لون جميل جدا. انا بس بسخنه وبضغط عليه كده علشان اتاكد ان الجبنه ساحت، واهم حاجه ان البضايه بتاعتي تكون استوت. بصوا بتبقى عامله ازاي، بتبقى شبه البيض الاومليت كده من جوه. وصفه سهله وبسيطه خالص، ومفيش في دقايق بتكون جاهزه معاكي. هقلبها دلوقتي بقى على الوش التاني. بصوا بقى لونها خطير. هتأكد كده ان كل حاجة ساحت واستوت. بصوا الجمال من جوه عامل ازاي، ما شاء الله خطيرة. تعالوا بقى نتفرج عليها كده من جوه. عايزه اقولك كمان ان ريحتها خطيره، ريحتها بجد جميله جدا. بصوا بقى، تعالوا بقى نفتح الرغيف كده من جوه ونقطعه، وشوفوا شكله عامل ازاي، بجد شهي جدا وحلو قوي قوي قوي. شايفين الجمال، حلوة جدا، وجبة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، اقتصادية جدا جدا يعني. الرغيف كده واخد قرمشة من بره، حلو قوي قوي. هو الرغيف بس انا بقطعه سخن ومولع، فكنت بقطعه بالعافية. طبقة القرمشة اللي واخده الرغيف من بره بجد طعمها خطير، واخد قرمشة كده من تحت ومن فوق، جميلة جدا. بصوا انا دلوقتي هاخده احطه في طبق فاتح شوية، عشان انا حسيت ان الرغيف نفس لون الطبق فمش باين معانا. بصوا بقى من جوه بقى جميل جدا جدا. انا خدته كده بقطعه اربع كده،
وبجد شهي وحلو جدا، طعمه خطير. جربيه هيعجب الولاد جدا، زاد بقى للجوع بتاع اخر الليل اللي بيجي قبل النوم ده على طول. وجبة فطار سريعة جدا تعمليها. بنتك او ابنك جاي من الدرس او المدرسة وجعانين وانت لسه محضرتيش الغدا، تعمليها على السريع في دقايق، سهلة جدا. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو، ونورينا بالاشتراك في قناة أكلة وترويقة. بنزل كل يوم فيديو لأكلات اقتصادية وأفكار لوصفات على قد الإيد. مع السلامة.